ان شاء الله النهارده هنعمل العجة بطريقة سهلة جدا، ودي طريقة زمان بتاعتنا اللي كنا بنعملها. وكنا متعودين طبعا نعمل العجة دي تقريبا مرة او مرتين في الاسبوع. اول حاجة جبت معلقتين او 3 من الزيت، وبدأت اجيب حوالي بصلتين متوسطين وقطعتهم قطع كبيرة، وضفت كمان نص قرن فلفل حامي. تقدري تستخدمي فلفل اخضر عادي. ضفت معلقة كده من السكر، بتدي طعم حلو قوي للبصل، وبتديله كده كرملة. هبدأ كده أشوحهم على النار زي ما احنا شايفين. مش عايزين البصل والفلفل يحمروا قوي، يعني يدوب كده يتبلوا زي ما احنا شايفين. هسيبهم بقى على جنب، وهبدأ أجهز باقي المكونات. معايا هنا 3 بيضات، ضفت عليهم بهارات ملح فلفل كمون شطة حوالي نص معلقة صغيرة، وضفت كمان معلقة من البيكنج باودر، وحوالي معلقة كبيرة كده من الخل. قلبت هنا كل الحاجات دي مع بعض. ضفت هنا الدقيق تدريجي، بس انا استخدمت دقيق اسمر اللي هو دقيق الحبة الكاملة. بصراحة ميزته ان هو بيخلي العجة خفيفة، وفي نفس الوقت كمان ما بقاش فيها عرق قوي، بتبقى هشة كده وخفيفة. ضفت هنا الدقيق تدريجي. طبعا تقدري تستخدمي الدقيق الابيض العادي. بعد كده نزلت بحوالي طماطمتين بشرتهم ناعم. طبعا الطماطم بتخفف القوام شوية، زي ما احنا شايفين كان القوام تقيل، وبعد كده لما ضفت الطماطم بقى اخف شوية. ضفت بقى هنا الخضرة. طبعا انا ظبطت الملح كمان، ونزلت بالبصل طبعا كان بارد تماما. بقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. شوفوا القوام متوسط، يعني مش خفيف ومش تقيل. طبعا انا يعني افضل ان احنا ما نضيفش للعجة اي سوائل، بتبقى احسن بكتير من اضافة اللبن او المية. معايا هنا حوالي 3 أو 4 معالق من الزيت، سخنتهم على النار كويس جدا، وبعد كده نزلت بالخليط وسويته بقى بالشكل ده. مسخنة بقى الفرن على درجة حرارة حوالي 180. حط الصينية في الرف الأوسط. شوفوا بقى طبعا الزيت كان سخن أصلا، فمش بتاخد وقت طويل، حوالي تلت ساعة كده. طلعت تحفة بصراحة. شو بقى هنقطعها جميلة جدا، وريحتها بصراحة كانت قلب البيت. طبعا زي ما قلت ممكن تستخدمي دقيق عادي ابيض، او دقيق اللي هو الحبة الكاملة اللي احنا استخدمناه، او دقيق الشوفان كمان. اي حاجة متاحة عندك. شوفوا بقى هشة جدا، وطعم البصل مسكر وتحفة بصراحة. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.